السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم يا رب وعلى الأسرة وعلى الأمة الإسلامية بأكملها بخير. النهاردة بقى هنعمل الزبادي في البيت طريقة سهلة جدا ومضمونة. ده حوالي 2 إلا ربع كيلو لبن. آه كنت غلياه وحاطه في التلاجة عشان اخد منه القشطة اهوت زي ما انتوا شايفين كده. القشطة هحطها في العلبة ديت. بعد ما بحطها بشيلها في الفريزر، اغطيها واشيلها في الفريزر. اما اجي اخد القشطة تاني من اللبن الجديد برضه اطلعها احط عليه القشطة وادخلها الفريزر. العلبة اغطيها ادخلها الفريزر. هنيجي بقى للبن. طبعا لما بقولش ان انتي تعملي كمية اللبن دي كلها، ممكن تجيبي كيلو وتعمليه، وانا عاملة كمية عشان ما كنتش عاملاه ليا انا لوحدي. طبعا اللبن انا مطلعاه من التلاجة، هحطه على النار يا دوبك ان هو يسخن بس مش يغلي، يسخن عشان يتعامل معاكي بسرعة. وهكون مجهزة كوباية آه، زبادي، اي نوع زبادي، دانون اكتيفيا اللي انتوا عاوزينه ده دانون. هتحطيها عليه وتبدأي تقلبيها كويس او بالطريقة ديت. هتكوني طبعا مجهزة الكوبايات اللي انت هتحطي فيها، وجنبيها حلة فيها مية ساقعة. دي حلة فيها مية ساقعة. احنا هنعوز المية تبقى في نص الكوباية، واصلة لنص الكوباية اهو. هتبدأي تحط عليها مية سخنة لحد ما تحس ان ايدك مستحملة المية. مية سخنة من الكتل اه كده سخنت السخونية اللي انا عاوزاها لايدي، حطاها في المية ومستحملاها. نبدأ بقى كوباية اهي هنصب اللبن فيه. وهنا صبينا اللبن فيه، هنبدأ بقى نحطه في الحلة. هو عمل لي حوالي 11 كوباية زبادي، الاتنين الا ربع، بس كوباية حلوة كويسة جدا اهو. اهو كده هنرصصه في الحلة. بعد ما نرصصه في الحلة هنغطيه بالغطا بتاعه. عندك بقى فوطة تقيلة كبيرتة، هتحاولي ان انت هتغطيها من فوق. طبعا احنا هنكون مغطيين الحلة بغطاها، هتغطيها من فوق وتسيبيها لمدة حوالي ساعتين ونص برا. وبعدين هتدخليها التلاجة. وهو بعد ما دخلناها التلاجة طلعته عشان نتسحر بيه. او الزبادي جميل جدا وطعمه حلو جدا ومتماسك مش سايب زي ما انتوا شايفين. واستنوا في وصفة جديدة وفيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل علامة الجرس.